تعال أعرّفك رحلة البروتين جوّه جسمك. دلوقتي أنت بتاكل بروتين، طَب إيه اللي بيحصل؟ الهضم، البروتين بيتفكِّك في المعدة والأمعاء لأحماض أمينية صغيرة. الامتصاص، الأحماض الأمينية دي بتدخل الدم وتروح على الكبد، وبعدها بتتوزّع على الجسم كُلّه. مخزون الأحماض الأمينية، الجسم بيقدر يحتفظ بكمية صغيرة جدًا من الأحماض الأمينية في الدم والعضلات اسمها amino acid pool، بيستخدمه طول اليوم في الإصلاح والبناء. إمتى البروتين ده فعلًا بيبقى عضلة؟ العضلة طول اليوم شغالة حاجتين، يا إما بناء عضلي يا إما هدم عضلي. لو البناء أعلى من الهدم لفترة كفاية العضلة بتكبر. طيب إيه اللي بيعلّي البناء؟ إنك تتمرن تمارين مقاومة، تمارين حديد، وده بيعمل مايكرو تقطيع في الألياف ويفتح السكة للبناء. تاخد بروتين كفاية، خصوصًا حمض أميني اسمه ليوسين، حمض أميني أساسي، ده زي مفتاح بيقول للعضلة يلا بينا نبني العضلة بقى. من غير ليوسين كفاية الجسم ما يعرفش إن في مواد جاهزة للبناء، فما يشغلش عملية البناء بكفاءة. طاقة كويس ونوم كويس من غير سعرات كفاية البناء هيقل. دور الهرمونات هنا باختصار إيه؟ الأنسولين مش بيكبر العضلة لوحده، بس بيساعد يدخل الأحماض الأمينية للعضلة ويقلل الهدم بعد الأكل. التستوستيرون والاي جي اف 1 اللي هو عامل النمو مشابه للأنسولين وهرمون النمو بيحسنوا الإشارة للبناء مع التمرين. الميوستاتين هرمون بروتيني بيتصنع جوه العضلات، وظيفته الأساسية يمنع نمو العضلات بشكل زايد عن اللزوم، يعني هو الفرامل الطبيعية لبناء العضلات. آكل بروتين قد إيه؟ لو بتتمرن مقاومة وعايز تكبر عضلاتك خد حوالي من 1.6 جرام إلى 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك في اليوم. مثلا لو وزنك 80 كيلو هتحتاج من 130 جرام إلى 175 جرام يوميا من البروتين. وزعه على الوجبات، كل وجبة 25 أو 40 جرام بروتين صافي عشان توصل لعتبة الليوسين. خليه من 3 ل 5 وجبات في اليوم وما بينهم من 3 إلى 4 ساعات. طب إيه اللي يخلي العضلة تكبر أسرع؟ هنعمل برنامج مقاومة منتظم من 2 إلى 4 مرات أسبوعيا لكل مجموعة عضلية، وبتزود الحمل بالتدريج. هتاخد سعرات كفاية. لو الأكل قليل أو سعراتك أقل من احتياج جسمك الجسم هيقولك ما عنديش طاقة لبناء العضلات. لازم تنام من 7 ل 8 ساعات نوم ليلا وبجودة نوم كويس، وتاخد مرطبات وأملاح معدنية كفاية. ممكن تستخدم كرياتين من 3 ل 5 جرام يوميا، ممكن يزود القوة وحجم الخلية فالبناء يتحسن مع التمرين. ليه ساعات بتاكل بروتين ومش بتشوف فرق؟ بيكون التمرين مش كافي، أو مفيش زيادة أحمال، البروتين قليل أو متجمع في وجبة واحدة، أو في عجز في السعرات كبير لفترة طويلة، أو نوم سيء أو ستريس عالي.